درة في الغربية، مراسل اليوم السابع. اهلا استاذ محمود، ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ عادل. الله يسلمك. تقول لنا ايه الاخبار عندك في الغربية؟ محلة انت ولا في طنطا؟ حاجه حصري الان. انت في المحلة ولا في طنطا؟ بالغربية. فين فيهم يعني؟ نعم؟ فين يعني، في المحلة ولا في طنطا؟ لا، في طنطا على مستوى المحافظة. تم القبض الان على نجل القيادي الاخواني وعضو مكتب الارشاد مصطفى طاهر الغنيمي. تم القبض على نجله خالد، وهو طالب بكلية التجارة، كان مشاركا في احداث اليوم بمدينة طنطا. وقبل عليه منذ ساعة ونصف تم القبض على نجل سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الاسبق، والمطلوب ضبطه واحضاره في العديد من القضايا وهروبه من سجن وادي النطرون. استاذ نعم. عادل. نعم. ابن سعد الحسيني مطلوب ضبطه واحضاره، انما ابن العضو ابوه مش هو. طب هم قبضوا عليه ليه؟ هو كان مشارك في احداث اليوم. طب وايه يعني؟ وقام باعمال الشغب والعنف التي شهدتها مدينه طنطا. عمل عنف. طيب أوكي. التي شهدتها المدينه. تمام. وليس والده. تمام. يمكن الاحداث في مدينه طنطا كانت هناك ما يقرب من 3000 مواطن من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين قاموا بمحاوله اقتحام محافظه الغربيه، وتصدت لها قوات الامن وتم تفريقهم ومطاردتهم في منطقه الاستاد. استخدمت انصار الجماعه الطوب وزجاجات المولوتوف، بينما استخدمت الشرطه الطلقات التحذيريه، ثم استخدمت بعد ذلك قنابل او الزجاجات قنابل الغاز في محاوله لتفريقهم، وتم مطاردتهم الى منطقه الاستاد. تجمعوا بعد ذلك في منطقه المرشحه بجوار مسجد السلام، وقاموا بتكسير عدد كبير جدا من سيارات الميكروباص الموجوده بموقف المرشحه وعدد من سيارات الملاكي، وحاولوا اقتحام عدد من العمارات، وتم ضبط 9 بأحد العمارات، 7 في عمارة واثنين آخرين بعمارة أخرى، والقبض على 6 من السيدات المنتقبات حاولنا الهرب داخل إحدى العمارات. قبضوا على 6 إلا أن الأمور تطورت، وتم القبض على 25 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بينهم نجل سعد الحسيني وابن خالته وابن عمته، ونجل مصطفى طاهر الغنيمي عضو مكتب الإرشاد. يمكن هناك 21 حالة إصابة، بينهم 5 بحالات طلقات خرطوش كانت تستخدمها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وأكد مصدر أمني أن هناك كان بحوزتهم أسلحة آلية تم التخلص منها والأسلحة الخرطوش. يمكن محافظة الغربية قامت بنشر قوات أمن إضافية، قام اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية واللواء علاء السباعي والعميد أسعد الزكير بنشر قوات أمن إضافية من ضباط المباحث وضباط قوات الأمن إلى جانب قوات الجيش التي انتشرت في الميادين والشوارع، وتم تأمين مديرية أمن الغربية ومحافظة الغربية، إلى جانب قيام الأهالي بدور بطولي والقبض على عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتسليمهم للشرطة. اليوم كانت مدينة طنطا هناك تحذيرات الآن أن سيتم تجمع عدد من أنصار الإخوان مرة أخرى في محاولة لمعاودة الهجوم على مديرية الأمن والمحافظة، إلا أن هناك الآن يا أستاذ عادل والشرطة تقف أمام المحافظة بقوات أمن بمجموعات قتالية وقوات والمدرعات أمام المحافظة وأمام مديرية الأمن خشية تجدد الاشتباكات مرة أخرى. أستاذ عادل، الآن تحدث هذه الأشياء الآن؟ أنتم ما عندكوش حظر؟ لا توجد أي أعمال. المحافظة الغربية خارج نطاق الحظر. خارج نطاق الحظر. المحافظة منذ يعني كان هناك 14 محافظة تضمنها حظر التجوالي، إلا أن محافظة الغربية لم تكن من ضمن هذه المحافظات. أستاذ عادل درة، مراسل ومدير مكتب مصر اليوم في الغربية في طنطا، شكرا جزيلا